السلام عليكم، مرحبا بكم. فيديو جديد من قناتكم ديليس بيلاتي. الفيديو اللي غنقدم فيه طريقتي في تحضير مملحة لو فولوفون اللي حضرتها بدون عجين مورق. اللي غادي تعرفوا معايا على العجين اللي استعملت في هاد المملحة من خلال لا فيديو. وكذلك غادي نقول لكم اهم اسرار نجاح الفولوفون وانتفاخه من اول تجربه. فتابعوا معايا لا فيديو حتى الاخير باش تعرفوا معايا على طريقه تحضير لو فولوفون. كنتمنى لكم فرجه ممتعه. فبالنسبه للعجين اللي استعملت هو نفس العجين ديال لي ميني بيتزا اللي كنت حضرتهم في تحضيرات رمضان. غادي نحط لكم الرابط ديالو باش تعرفوا على الطريقه ديالو. هذه ماشي بات فوتي. هذه عجينه مورقه بواحد الطريقه سهله جدا. نخلي لكم باش ما نطولش معكم لا فيديو من داكشي علاش ما بديتش العجينه من الاول. نخلي لكم الرابط الا بغيتوا تعرفوا على العجينه ديال اللي استعملت في هاد لو فولوفو. غادي نرش الدقيق. العجينه بالطبع تكون ديجا حطيناها في الثلاجه، تكون بارده، خصوصا مع الجو دابا ساخن، ضروري خصها تحط الثلاجه. كنرشوا الدقيق ونسرحوا بالمدلك، ما نرقوش العجين، تكون فيها تقريبا شي تقريبا نصف سنتيمتر. نقادوا العجين تكون نفس القياس باش ما تكونش جهه غليظه جهه رقيقه. وانا استعملت هاد القطع اللي مشنفه من الجناب اللي كنت خديتها من بيم. نحطوا هاد المقطع في الدقيق باش ما يلصقش لنا العجين، وكنقطعوا القطع. كنستمروا في تقطيع الدوائر حتى كنكملوا العجينه ديالنا.
درت غير دائره واحده من قطعتها. تقدروا لو بغيتوا لي فولوفون يكونوا طالعين اكثر تقدروا تزيدوا دائره ثانيه او ثالثه. انا درت غير دائره واحده وصافي. كنثقبوا الوسط ديال لي فولوفون، كنثقبوهم بفرشيط باش ما كيطلعش لنا الوسط وكيعمر لينا ديك البلاصه اللي بغيناها تبقى خاويه باش نعمروها. كنثقبوها مزيان بالفرشيط. من بعد كندهنوا الوجه ديال لي فولوفون بالاصفر نفس الطريقه. من نحاولوا اصفر البيض ما يهبطش لينا مع الجوانب. هادو هما لي زاستيوس باش لي فولوفون يطلع. هما هادو لي زاستيوس. خاص الاصفر البيض ما يهبطش لينا مع الجناب، مش ما يكوليش لينا التوراق ديال العجين. خاص نثقبوا الوسط ديال لي فولوفون باش ما كيطلعوش لينا وكيعمروا لينا الوسط ديال لي فولوفون. كنحاولوا نهزوا غير كونتيتي صغيره من اصفر البيض باش تكون جوست غير الفوق، ما تهبطش في الجوانب. صافي من بعد كنحطوهم في اللاطه اللي غندخلوها الفرن بسهوله. والاستيس الاخر اللي ديال باش يتنفخوا لينا لي فولوفون، كنديروا هاد لي فولوفون اللي وجدنا كنديروهم يبردوا في الثلاجه ضروري. انا خديت هذوك الدوائر اللي حيدت من الوسط باش ما يضيعوش، استغليتهم حتى هما. دهنتهم هنا بالصفار. تقدروا تدهنهم بالبيض لان ما يكونش هذا الوجه ديالهم. الفرomاج قطعته فرomاج اصفر، قطعته واحد المربعات صغيره. كندير فرomاج الوسط وكنلاقي جوج دوائر من هاد الدوائر الصغيره وهكذا باش ما تضيعش لينا ديك الدوائر اللي قطعنا. كتولي عندنا مملحه اخرى. صافي وكنسقوا الدوائر من الجناب وكنحطوهم. من بعد ما كنخرجوا لي فولو من الثلاجه مباشره كندخلوهم الفرن ساخن. وهذا الشيء هو اللي كيجعلهم كيطلعوا، لان البروده ملي كتلاقى مع الحراره ديال الفرن هي اللي كتساعدهم باش كيطلعوا لينا. وهادو هما المملحات الصغار اللي درتهم في هاد اللاطه مع هاد لي فولوفون اللي كملتهم من بعد. حتى هما كيجيو زوينين وكيجيو لذاذ مع الفرomاج، وحتى الشكل ديالهم كيجي ما بيش. المهم اننا ما ضيعناش العجين. وهادو هما لي فولوفون ديالنا. كنتمنى الوصفه اليوم تعجبكم وتنال استحسانكم. وبالنسبه اللي بغى الوصفه ديال العجين المورق اللي استعملت، غادي نخلي لكم في صندوق الوصف رابط الفيديو ديال الميني بيتزا اللي استعملت فيها نفس العجين. هو عجين سهل جدا، ماشي عجين مورق. هو عجين توريق سهل جدا. غتلقاو الرابط ديال الفيديو في صندوق الوصف ان شاء الله. وبالنسبه للحشوه اللي غنستعمل في هاد لي فولوفون، غادي تلقاوها ان شاء الله في الفيديو القادم ديال عيد ميلاد، تحضيرات عيد ميلاد. نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو القادم بحول الله.
ما بقى لي اذا الا نودعكم. كنشكركم على حسن المتابعه، والى اللقاء في فيديو جديد بحول الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.